السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي أنا وبابي رايح عزومة في البيت بتاع واحد قريبنا يعني، فوديكوا تشوفوا العزومة يعني. يلا نروح مع بعض. دلوقتي رايح اخد بابي في المسجد ونروح على العزومة على طول. وصلنا دلوقتي في البيت اللي هو في العزومة. هنا المسلمين في تايلاند بيحبوا يعملوا أكل يعني، ويعزموا الناس على الأكل في بيتهم يعني. اهو الناس جاية كتير. هنا دوت واحد قريبنا ده في بيته. بصوا قافلين الشارع وحاطين تندة عشان الناس اللي جايه العزومه. اهو البيت ده اللي عاملين فيه العزومه، وده قدام البيت. هو ده شارع بس قافلينه. بصوا اهو في الشارع دلوقتي. فين دلوقتي اهو جوه البيت، وفي الناس قاعده. بس احنا هنقعد ناكل جوه هنا. في من جوه كمان. استني اروح اسلم على الناس الاول الكبار وهاجي اصور لكم تاني. هو هنا بيفرقوا كمان فلوس، بدوا فلوس الناس اللي هي جايه في العزومه يعني.
وفي شاي كمان. بصوا هي دي الأكلة، بيبقى حوالي على شوربة كده فيها شعرية. بصوا الشعرية دي معمولة بالدقيق، وفي حلويات، رز عاملوه بالعسل وعليه مانجا، وفي كوباية شاي. هنا بصوا السكر والشطة لو حد عايز يحط عليها. بصوا قاعد باكل وجابوا لي طبق تاني، قالوا المودو. دلوقتي كلنا وخلصنا خلاص، استنوا لما الاذان يخلص هبقى اكمل لكم. الحمد لله كلت وشبعت ورجعت على البيت دلوقتي. كلت اصلا وشبعت قوي يعني. برجع دلوقتي في الناس تحط لي الاكل، يعني ده يديني وده يديني يعني كنت قاعد باكل ويدوني الطبق تاني، كذا طبق وكذا اكل تاني يعني. فهما هنا بيعملوا كده يعني عزومه في تايلاند، على مثلا واحد مشروعه كسب فيه شويه كده بيعمل عزومه، واحد معاه فلوس شويه يقدر بيعمل عزومه لمثلا الناس، مثلا واحد مع ظروفه تعباه يعني كده على الاقل يجي ياكل عندهم يعني يوم يعني طقه يعني، وبيحطوا له بيدوا له فلوس في ايديه زي ما انتم شفتوا في الفيديو يعني، على الاقل يبقى يوم سعيد ليه يعني. اللي هم الناس اللي هي ما عندهاش، هم ما يعرفوش يعني مين ظروفه كويسه مش كويسه ولا مش كويسه، ومين غلبان ومش غلبان، بس هم بيجيبوا كله يعني، بيعزموا كله.